السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ شايفين الجمال والحلاوة؟ الرز بالعدس او الكشري الاسكندراني مع البيض المدحرج حاجة اللهم بارك جميلة جدا. تعالي اقولك انا عملتها ازاي. اول حاجة جبت حلة، عملت ميكس ما بين السمنة والزيت، يعني حطيت معلقة سمنة على معلقة زيت وسبتهم ان هما يسخنوا. وبعد كده نزلت ببصلاية، هبدأ ان انا ادبلها. انا مش بحب احمرها بصراحة، هي انت لو حابة ان انت تحمري البصلاية حمريها عادي مفيش اي مشكلة، بس انا بدبل البصلاية بتاعتي. اول ما تدبل بكون حاطة كوبايتين رز، عليهم كوباية من العدس. يعني العدس بتاعك بتعيريه بالنص، نص كمية الرز اللي عندك. يعني لو كوبايتين رز هتحطي كوباية عدس. تمام. غسلت بقى الرز والعدس مع بعض كويس، صفيتهم ونزلت بيهم على البصلاية، شوحت كده. وبعد كده نزلت بالبهارات، حطيت مكعب وملح وفلفل وكمون. بدأت ان انا اقلبهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة التشويحة دي بتخلي الرز معاكي مفلفل مش معجن في بعضه. هبدأ بقى ان انا اجيب مية مغلية واسقي الرز بتاعي. هتتعاملي معاه معاملة الرز العادي خالص، ما تزوديش المية وتقولي عشان العدس لأ، لو زودت المية هيعجن معاكي وهيطلع مش حلو خالص. انا سقيت الرز بتاعي معيار الرز العادي خالص، وهبدأ ان انا اغطيه. اول ما يستوي بقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه الجميل ده. بصوا الرزاية مش معجنة، اللهم بارك، حاجة جميلة جدا وريحته تحفة، ودي من الاكلات الاقتصادية جدا، حاجة كده جميلة. بصوا الرز مش معجن ولا لازق في بعضه ولا اي حاجة. بصوا الجمال. تعالي بقى نقدمه مع بعض. قدمته بقى بالشكل دوت مع بيض متدحرج، وتقدمي بقى معاه سلطة، بطاطس، صلصة. ممكن تعملوا صلصة الكشري العادي، تبقى جميلة جدا برضو. انا قدمته معاه بيض مدحرج وسلطة. كان جميل. ما تنسونيش بقى اللايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد.